في الجهة الجنوبية لقلعة بني راشد الأثرية بولاية غيلزان تقع مدينة الدبة، وهي من أقدم المدن يعود تاريخ وجودها إلى ما قبل التاريخ. حسب المخطوطات تزخر بجمال ساحر، فهي محصنة طبيعيا بالجبال تمتاز بطيبة وكرم أهلها. الدبة هذه القرية قديمة النشأ تاريخيا، بحيث موقعها الجغرافي تقع جنوب بلدية القلعة، ومحصنة طبيعيا بالجبال. حصانتها الطبيعية أكسبتها قوة آنذاك في فترة القديمة. تعود تسمية الدبة إلى قصة قديمة تناولتها المخطوطات والمجلدات التي يفوق عمرها عدة قرون. على حسب المخطوطات الموجودة عندي، تأسست قرية الدبة في 1625، والذي أسسها سيدي عقاب بن سعد. لما جاء إلى القرية كان يتعلم، عندما تعلم علوم الدين الإسلامي سرح وشيخه وقال: اذهب حيثما تجد ماء جارية ودابة فقم بها مدرسة لتعلم الناس بها القرآن وعلوم الدين. فلما دخل إلى هذه القرية وجد نبوءة خرجت النبوءة، ووجد عين جارية. لما قبل ما دخل العصا تاعو في الأرض نبع الماء، فقال هذه هي المكان، فأقام مدرسة وعلم فيها الدين الحنيف والقرآن الكريم وخرج منها الطلبة. كما تعتبر منارة للعلم والعلماء باعتبارها صرحا دينيا غنيا بعديد المساجد والمدارس القرآنية. أهل الدبة خاصة أنهم كانوا لهم قوة وغزارة العلم في حفظ القرآن، لما كانت تشهده من مدارس قرآنية آنذاك والمساجد. حوالي يوجد أربع مساجد على حسب المخطوطات المتواجدة والمكتوبة، وكذلك الكتب التي تم إصدارها من مصادر ومراجع. يوجد 4، أولهم مسجد الشيخ عبد القادر بن يسعد العلامة، الشيخ الذي كان يعلم وتخرج عليه الكثير من الطلبة والعلماء والمريدين من شتى أنحاء الوطن. أما بالنسبة للمسجد الثاني وهو مسجد الشيخ منور، هذا المسجد سمي على اسم الطالب أو المريد أو التلميذ الذي تتلمذ على الشيخ عبد القادر بن يسعد. كما يوجد كذلك مسجد آخر ألا وهو يسمى مسجد المعمرة، بالإضافة إلى المسجد الرابع وهو مسجد بن حمو. ومن أشهر علمائها ومشايخها الشيخ العالم سيدي عبد القادر يسعد، الذي كان له الفضل الكبير في تأليف 1000 مخطوط وكتاب تناولت علوم الدين والفقه المالكي، والتي لم يبقى منها إلا القليل. سرق بعضها وأتلف الزمن بعضها الآخر، ولا يزال أحد أحفاده يحافظون على ما تبقى من إرث الأجداد، ووضعه في متناول المهتمين من الطلبة والباحثين. هذه خزان مكتبات تزخر بكتب قيمة وذات تاريخ وأصالة، وكتب قرآن كريم وفقه وتوحيد وفرائض وكتب إسلامية التي ألفها سيدي عقاب بن سعد، فمنها من بقيت ومنها من أخذت
إلى الآن، وبقي إلى القانون فيها. وهذه كتب قيمة من 1337 و 1300 إلى آخره، وألفها سيدي عقاب بن سعد. وكان في ذاك الوقت عندما تخرج من شيخه المجاجي هذا، تمتاز منطقة الدبة بطابعها الفلاحي والزراعي رغم صعوبة تضاريسها، ويعود السبب إلى توفر عنصر المياه من خلال العيون والمنابع التي كانت ولا تزال متواجدة لحد الساعة، بالإضافة إلى نشاط الرعي الذي فتح مجالا لباغة الجلود والنسيج. باعتبار أن هذه المنطقة جبلية يوجد فيها الطابع الزراعي الذي يعتمد على المدرجات، وكذا السقي بالنسبة للعين على حسب الملك. نظام السقاية يعتمد على نظام الساعة أو النوبة. نحن الآن أصبحت بالساعة، ما في السابق كانت بالنوبة على حسب الملك. كما كانت كذلك هذه المناطق كلها هذه التي تجاورها في الجبال كلها كانت الدالة أو النوبة أو الدالة. إن هذا تستعمله خاصة في فترة حكم الرومان، استعملوه حتى لا يكون هناك شقاقا ولا يكون هناك نزاعا بين الأهالي، بحيث لكل مالك ما يملك من أكبر مساحة له حصة أكبر، وهكذا إلى غاية آخر إنسان أو آخر عائلة تمتلك من المساحة، فكلهم في عمل وانسجام. لا ننسى أن النشاط الثاني الذي كان يمارس هو نشاط تربية الماعز والغنم، الذي كان يستعملها الأهالي كذلك في صناعات الجلود والصوف والدبغ والصبغ، كما ذكر كذلك المؤرخون والباحثين على صناعة النسيجية. نلمس جمال أزقتها الضيقة الشبيهة بأحياء القصبة بالجزائر العاصمة. تعتبر مادة الجبس وخشب العرعر من بين المواد الأساسية التي بنيت بها المدينة نظرا لطبيعة جبالها. وبدون منازع ومن خلال ما تكتنزه مدينة الدبة أهالها بأن تصبح من بين أجمل المدن السياحية، مسعى يتطلب تكاتف الجهود. الدبة هي منطقة تعود إلى ما قبل التاريخ، كونها توجد بها كهوف ومغارات كان يتخذها الإنسان البدائي مسكن معيشي له، وهي متواجدة بقلعة بني راشد الأثرية، والتي صنفت حديثا كتراث مادي وطني محمي، وهي وجهة سياحية يزورها العديد من السياح والطلبة من مختلف أرجاء الوطن، كونها تضم العديد من المساجد حسب المخطوطات، وهي صرحا دينيا، كذلك توجد بها مدارس قرآنية، وهذا دائما في إطار تشجيع السياحة الداخلية والترويج للصناعة التقليدية. خاصة احنا نعرفوا باللي القلعة معروفة بالزربية القلعية، وهي هذه الزربية نتمنى أنها تروج في الأسواق الوطنية وحتى خارج الوطن. ولأن المنطقة جبلية شديدة الانحدارات، ما يجعل بناياتها معرضة للانهيارات
والتشققات، بحاجة إلى عناية خاصة من قبل الجهات المعنية. مرحبا بكم الشروق، أول قناة تزور قرية الدبة، هذه وحدة. مرحبا بكم، راكم ضياف عنا وحنا ضياف عندكم. بالنسبة لقرية الدبة، من أقدم على القلعة، أقدم على غليزان، من التاريخ، من كلش. هي عندنا حاجة في النقائص، عندها بزاف، عندنا هنا نقائص بزاف. يعني كل على الأقل يجي مسؤول، يجي غير يشوف لنا هنايا العين، يشوف لنا الزنوق، يشوف لنا راهي قديمه، راهي هما يعرفوها ديجا، هما على بالهم بها كاع في البلديه، على بالهم باللي الدبه اقدم منهم، اقدم من قلعه. معليش هاري في قلعه ثاني، بلديه قلعه ما شاء الله، راكم حضرتوا وبسبتكم انتم تريقلت قلعه ذاك العام، الحمد لله بسبت الشروق راهم جاو سقموا الزنوق وداروا. ماذا بنينا حنا هذا الميساج يوصل للمسائل فوق السلطات العليا تاع البلاد. اقدم قريه في ولايه غليزان، ويشوف ما شاء الله بارك، راك صورت وشفت العين وشفت الزنوق وشفت الحيطان كي دايرين. غير نقطه برك هكا اللي بغيت تزيدها، الله يحفظك وبارك الله فيك، فوتها. افر تاع ريزو، رانا مريكلامين، رانا في 20 يوم بلا ريزو. راه معنا الديار، رانا نخرجوهم بالسياره لواحد الكيلو ولا زوج باش يهضروا مع ديارهم ويجوا. ميساج برك هذا الله يفتح عليك الا بغيتك توصله. ومرحبا بكم، مرحبا ب 58 ولايه، منطقه سياحيه، وراهم جاوا الغاشي بالجمعه بالك راكم تجوا تشوفوا، راهم يجوا الغاشي هنا يزوروا، على الاقل ينظفوها شويه، نظافه شويه، ينظموا لنا الحياه. على الاقل الغدوه كي يجي الضيف يقول ما شاء الله. على مستوى 58 ولايه، مرحبا بكم بقريه الدبه المتواجده ببلديه قلعه، دائره يلل، ولايه غليزان، لاخذ معلومات عن التاريخ. فمدينة الدبة وقلعة بني رشد الأثرية هما وجهين لعملة واحدة، جمعت ما بين الجمال الساحر والمكان الهادئ والهواء النقي، فكانت ولا تزال مهدا لرجال العلم والدين الذين امتازوا بالطيبة والكرم، فهي تفتح ذراعيها لاستقبال زوارها بابتسامات عريضة، فاربطوا الأحزمة ولا تفوتوا الفرصة. والوجهة قرية الدبة.